سائل يسأل فيقول: هناك جماعات كثيرة في عالمنا الإسلامي والعربي أصبح جل هدفهم الآن الدخول في البرلمان من طريق الانتخاب، ونعلم أن هذه الحكومات هي حكومات جاهلية. بماذا توجهنا بارك الله فيكم إلى آخره؟ الجواب: أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الحياة البرلمانية أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة، هذه المجالس مجالس في الأصل أوروبية أجنبية غير إسلامية. البرلمان يصل العضو إلى البرلمان بالانتخاب، ونحن نعلم معنى الانتخاب، وإن سموا الانتخاب الحر أو الانتخاب النزيه لا يوجد انتخاب حر ولا نزيه، شراء للأصوات ومحاباة ومجاملات ومعان كثيرة، هذا شيء معلوم. ثم إذا وصل العضو إلى البرلمان فصار عضوا في البرلمان يقسم على احترام القانون قسما، وهذا الاحترام وهذا القانون الذي أقسم على احترامه ليس قانونا إسلاميا، قانون وضعي. لو سألت عضوا في البرلمان: هل برلمانكم هذا سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية؟ ماذا يكون الجواب؟ سلطة تشريعية تشرع، أي سلطة تشارك الله في التشريع وتنافس الله في التشريع. وهل يجوز لمسلم أن يسمي نفسه أنه مشرع؟ يسمون الأعضاء الآن العضو التشريعي، عضو في اللجنة التشريعية. ماذا تشرع؟ أما نكتفي بشريعة الله؟ شريعة الله موجودة في الكتاب أنزلها كاملة. إذا شرعنا تشريعا مخالفا لشريعة الله معنى ذلك لم نرضى بشريعة الله. إذن تلك المجالس مجالس يكفر بها بكتاب، يكفر فيها بكتاب الله ويستهزأ بكتاب الله. لا يجوز لمسلم يرحم إيمانه أن يشترك في البرلمان اليوم. البرلمان هو وإن كان قد تختلف الدول التي تعيش الحياة البرلمانية في تطبيقها للديمقراطية، وفي الغالب كلهم يطبقون الديمقراطية، والديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي يتركون الله ويتركون دين الله، يحكمون أنفسهم بأنفسهم ويرون إن أحكام الله التي فيها القصاص وفيها قطع اليد وفيها ضرب الظهور أحكام قاسية غير مناسبة مع هذا العالم المتطور. والعالم المتطور بحاجة إلى قوانين مرنة تخفف هذه الأحكام القاسية، بأن تشرع بدل القصاص السجن المؤبد، ثم تنشأ مادة في القانون تخفف السجن بدلا أن يكون مؤبد 10 سنوات، وبعد أيام ترى قاتل أبيك يمشي أمامك رأسه فوق كتفه لأن القانون سمح له بالخروج. أليس هذا تلاعب بكتاب الله وكفر بأحكام الله؟ هذا هو حكم البرلمان، والأمر واضح جدا لا يحتاج إلى الاختلاف، والله أعلم.